أو طبيب يطمئن الشعب المغربي بونو بخير. أوضح عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي أن الحارس ياسين بونو شعر بدوار قبل مواجهة بلجيكا يوم الأحد، لكن حالته الصحية جيدة وسيشارك أمام كندا في الجولة الأخيرة بالمجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم في قطر. وبدأ وليد الركراكي مدرب المغرب مباراة بلجيكا بالحارس البديل منير الكوجوي بشكل مفاجئ رغم الإعلان عن وجود بونو في التشكيلة الأساسية كالمعتاد أمام بلجيكا. لكن طبيب الفريق قال في مقابلة عقب الانتصار على بلجيكا لمحطة الرياضية التلفزيون المغربية: لقد شعر بطوار وتحدثت مع المدرب الركراكي بشأن عدم الدفع به في المباراة، لكنه بصحة جيدة حاليا وسيشارك أمام كندا بنسبة 100% إن شاء الله. وتألق حارس إشبيليا في التعادل السلبي مع كرواتيا بالجولة الأولى للمجموعة السادسة، لكنه شعر بالدوار خلال الإحماء. وسجل البديلان عبد الحميد صابيري وزكريا أبو خلال في الشوط الثاني ليفوز المغرب 2-0 على بلجيكا في مفاجأة كبيرة ليعزز فرصه في التأهل لدور 16 لأول مرة منذ نسخة 1986 في المكسيك. وهذا ثالث انتصار للمغرب في تاريخه بالنهائيات بعد انتصار 3-1 على البرتغال في 1986 و3-0 على اسكتلندا في 1998، بينما غادر نسخة روسيا 2010-2018 بنقطة وحيدة، ورفع المغرب رصيده إلى 4 نقاط في صدارة مجموعة مقابل 3 نقاط لبلجيكا التي حققت فوزا باهتا 1-0 على كندا في أول جولة. وتلعب كرواتيا مع كندا في وقت لاحق اليوم.